حياتها اتدمرت وبيتها اتخرب وما بقتش عارفة تودي وشها فين من الناس ولا تحط عينها في عين حد. صاحبة الفستان الأزرق الضيق اللي كانت بترقص في الفرح اختفت فجأة ومحدش يعرف عنها حاجة لحد ما حصلت المفاجأة. البنت دي جوزها طلقها، فيا ترى ايه الحكاية؟ ظهورها بالشكل ده وهي بترقص ولا أجدعها رقصة محترفة عرضها للهجوم الكبير من الجمهور، والكل كان مصدوم من اللي شايفينه. اللي طلبته صاحبة الفيديو من الناس مفاجأة، واللي قالوا جارها صادم مش هتصدق اللي حصل لها، وعقوبة صارمة لمصور الفيديو، ومفاجأة في انتظارها. أنا بيتي اتخرب وجوزي طلقني، أنا عمري ما رقصت في أفراح، كنت فرحانة لصاحبتي وسخنت في الرقص شوية. ده كان رد ياسمين صاحبة الفستان الأزرق بنت السنبلاوين اللي رقصت في فرح صاحبتها بكل عفوية، وحد صورها ونشر الفيديو وهز الفيديو ده السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت. علشان كده ياسمين حررت محضر ضد مصور الفيديو وطلبت استغاثة من الناس بسبب اللي عمله جوزها معاها. جوزها ما استحملش اللي اتقال عليها وعليه، ما بقاش عارف يواجه حد بسبب رقص مراته بالطريقة دي، علشان كده ما كانش قدامه حل غير انه يطلقها. الغريب ان البعض قال انه ما طلقهاش علشان الرقص ولا لبسها الجريء، ولكن لانه اضعف انه يدافع عنها او يحميها او انه يبعد عن الناس لحد ما الدنيا تهدى والترند يخلص. البعض شايف ان تصرفه مش صحيح وانه اتسرع. من بعد الواقعة دي ظهرت ياسمين في فيديو قالت: وبعد ما كان تهديد ومجرد كلام، اللي خافت منه ياسمين حصل. وده اللي أكده جار ياسمين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، إنها ما عملتش حاجة غلط، كل الحكاية إنها فرحت وفرحتها كانت واضحة في الفيديو. راحت تجامل صاحبتها بكل عفوية ومش في دماغها أي حاجة غير فرحتها بيها. اندماجها في الفرحة والرقص ما خلاهاش تركز في اللي حواليها مين هم وبيعملوا إيه، لكن ده كله اتقلب عليها، ورقصها الغير لائق زي ما وصفوا البعض دمر حياتها. الفيديو اللي انتشر لها كان السبب في طلاقها. الحقيقة إن الواقعة دي بينت حاجات كتير للناس، وزي ما تعرضت للهجوم كان في اللي واقف في ظهرها وبيدافع عنها وشايف إن لازم اللي نشر الفيديو ده يتعاقب، والغلط مش عليها هي، الغلط على اللي صورها ونشر الفيديو. مش بس كده، صاحبتها العروسة اللي وجبت معاها عملت لها بلوك وقطعت علاقتها بيها، وهنا الدنيا اتقلبت وبقى الأغلبية بيطالبوا بعقوبته. فيا ترى هتكون عقوبته ايه؟ وفقا للقانون إن اللي يصور صورة شخص آخر بأي شكل من الأشكال أيا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة، فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها بدون إذن من التقطت له الصورة. وهتكون عقوبته هي الحبس مش أكتر من سنة، وتمتد العقوبة لكل اللي سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس برضه. وده اللي طلبت به المحامية نهاد أبو القمصان، وإنها مستعدة لاستقبال ياسمين في مكتبها وهتتطوع للدفاع عنها. وقالت على صفحتها الفيسبوك: البنت من طبقة بسيطة ومش هتعرف تجيب حقها، بس لو جات لي هعمل لها بلاغات عشان أأدب فيران الإنترنت، وهتجيب للي عمل كده حبس يصل ل5 سنين. وزي ما بيقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد، انتشرت الأخبار بعد الفيديو إن ياسمين جالها عروض للتمثيل. ومن مين؟ قالوا إن السبكي بيدور عليها. مصدر مقرب من شركة السبكي للإنتاج الفني قال إن الشركة بتدور عليها وتحاول الوصول إليها بأي ثمن لمحاولة استغلال الترند وإشراكها في أحد الأعمال الفنية اللي هتقدمها الشركة خلال الفترة الجاية. مش بس كده، السبكي معجب بقدراتها ومهاراتها في الرقص الشرقي، ده غير طبعا القلبان اللي عملته، وإنه هيقدر يقنعها هي وأسرتها على المشاركة في أحد الأعمال الفنية معاه. ولكن رفض يقول أي تفاصيل، وأكد إن الشركة ما أعلنتش الموضوع بسبب الغضب اللي بيحسه الجمهور بسبب الفيديو، وإن مفيش كلام بين الناس إلا عن ياسمين وفستانها الأزرق والرقص اللي رقصته.